بوجي وطمطم حلم وعاش سنين، لكن الحلم راح فين؟ برغم ان عرض مسلسل بوجي وطمطم وقف من 23 سنة، الا ان لحد النهارده الشوارع زي ما بيكون فيها فوانيس رمضان بيكون فيها شخصيات بوجي وطمطم وعم شكشك بتتباع في الاسواق، وبيشتروها الاطفال اللي يمكن ما شافوش المسلسل اصلا. ولكن في حاجة كده معمول لها سيت اب في دماغ المصريين، وهي ان بوجي وطمطم شخصيات رمضانية. بس تعرف ان ده كان جزء من حلم الفنان رحمي صانع بوجي وطمطم؟ الفنان رحمي كان بيحلم انه يعمل عروسة مصرية يرتبط بيها الطفل المصري باحلامه وهويته. مش بس كده، كان بيحلم يعمل مدينة كاملة زي مدينة ديزني ابطالها عرايس مصريه اللي هم بوجي وطمطم. رحمي في الاساس كان فنان تشكيلي نحات، لكن في اول معرض ليه لقى ان اللي بيروحوا معارض الفن التشكيلي هم كريمه المجتمع، وهو كان نفسه يخش كل بيت مصر، فبدا يشتغل في مجال العرايس. والشغل على بوجي وطمطم قعد سنين، ما طلعش مره واحده. ولو هنتكلم عن بوجي وطمطم ما ينفعش ننسى الفنان العظيم صلاح جاهين اللي كتب تترات واغاني المسلسل لفتره طويله. وكان في محاوله لرجوع بوجي وطمطم سنه 2009، ولكن ما نجحتش نفس نجاح النسخه الاصليه اللي كان ابطالها الفنان الراحل يونس شلبي والفنانه هالة فاخر، الا انهم قدروا يقنعوا جيل كامل ان بوجي وطمطم اخوات، برغم ان بوجي قرد وطمطم ارنبه. فلو ليك ذكريات مع بوجي وطمطم اكتب لنا في الكومنتس.